أهلا بكم مشاهدينا. قام الإريتريون المقيمون في مدينة لوزان السويسرية بشراء الأسهم في المؤسسات التي بدأت بيع الأسهم في إريتريا لمساعدة 14 من أبناء الشهداء المتفوقين في الدراسة، وذلك في برنامج وضعوه بمناسبة الذكرى 20 من يونيو. وأوضح المواطنون الذين ظلوا يرعون 45 أسرة شهيد في مناسبة إحياء يوم الشهداء بأن ذكرى الشهداء يتم إحياؤها عبر التنفيذ الفعلي لأمانة الشهداء، مؤكدين مواصلة أنشطتهم لتنمية صندوق أمانة الشهداء ورعاية أسر الشهداء. وقال مسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد شيريش إدريس في المناسبة أن يوم الشهداء هو يوم فخر واعتزاز، وأن تمجيد الشهداء يكون برعاية أسرهم والدفاع عن سيادة الوطن والمساهمة في الجهود الحكومية لبناء البلاد. في غضون ذلك تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة سانغال السويسرية ب10,400 فرنك، والإريتريون في جنيف ب3,910 فرنك و50,000 نقفة، والإريتريون في مدينة إريو بالفين ب37 فرنك و80 فرنك سويسري و50,000 نقفة. أحيا الإريتريون المقيمون في مدن برلين وكاسل وفرانكفورت وكيلن وهايدلبرغ الألمانية 20 من يونيو يوم الشهداء. أوضح سفير إريتريا في ألمانيا السيد بيتروس طقاي في مناسبة إحياء يوم الشهداء في برلين أن ذكرى شهدائنا موجودة دوما في قلوبنا، ودعا للتمسك بالقيم الوطنية. وأحيا الإريتريون في فرانكفورت يوم الشهداء بمسيرة وفعاليات تعكس المناسبة وصلوات رحم بقيادة راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا ديسقروس الرابع. وأكد الإريتريون في كيلن وضواحيها في المناسبة العمل لتنفيذ أمانة الشهداء، وقاموا بتبرعات لصندوق أمانة الشهداء. كما أحيا الإريتريون المقيمون في مدينتي هايدلبرغ وكاسل يوم الشهداء بتجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. وتم في هذه المناسبات تقديم الشهادات التقديرية للمواطنين الراعين لأسر الشهداء. أوضحت أسر الشهداء في الإقليم الجنوبي بأن الدعم والتشجيع الشعبي والحكومي يساهم كثيرا في تحسين حياتهم المعيشية. وذكرت الأسر أن الإعانات المرسلة من إريتري المهجر وأنشطة النفير الجارية في الداخل لمساعدتهم في مناحي الحياة تعبر عن القيم الإريترية السمحة. وقال السيد سيون تكي والسيدة حراغو قبرة تنساي من سكان بامبوكو بمديرية دباروا أنه وإضافة للدعم الحكومي الشهري فإن الإعانة المرسلة من الإريتريين في المهجر تساعد على توفير سبل العيش الكريم لهم. وذكر كل من السيدة هيوت كفلاي والسيد قبر هيوت قبر سلاسي من قرية عد بحيلاي بمديرية مايمني أن الدعم الذي يقوم به الشعب في الداخل والمهجر لأسر الشهداء يعكس قيم التضامن والتكافل للشعب الإريتري. وأوضح مسؤول الرعاية الاجتماعية في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد فراي محاري أوضح توزيع أكثر من 4 ملايين نقفة مرسلة من الإريتريين في المهجر ل 505 أسرة شهيد. وأشار إلى أن الأسر التي لا تستطيع تلقي الدعم المخصص لها من البنوك لمختلف الأسباب سيقدم الدعم لهم في أماكنهم. نشرت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيسيف نشرت وثيقة لعام 2013 تهتم بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ورجال الدين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. وفي المناسبة التي جرت في مدرسة أبرهة بحتة للمكفوفين تحت شعار الدفع بالفرص المتساوية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضحت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة سلمى حسن أن الوثيقة التي ركزت هذا العام على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تدعم جهود الحكومة للاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم. وقالت لدينا تجربة بأن الإعاقة لن تعيق ممارسة جميع الأنشطة، وقد تأكد عمليا بأنهم إذا وجدوا الرعاية الجيدة يمكنهم التساوي في التعليم والأنشطة الاجتماعية الأخرى مع نظرائهم. وذكر مندوب اليونيسيف الدكتور حامد البشير أن حماية حقوق الأطفال في إريتريا من القيم
كبيرة للمجتمع، وقال: يتوجب علينا العناية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم وتشجيعهم ليصنعوا المعجزات غدا. وتخلل المناسبة أنشطة تعكس قدرات وإبداعات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. قام سكان قرية زبالنجبة بمديرية دق محري بصيانة الطريق المؤدي إلى قريتهم بتوظيف طاقاتهم وأموالهم، مدعومين بالآليات في عمل استمر لأكثر من شهرين. أوضح السكان أن الجميع شارك في النفير لصيانة الطريق وجمع أكثر من مليون نخفة من أبناء القرية في الداخل والمهجر. وقال عمدة القرية السيد صقاي هيلي أن العمل أنجز لتضافر الجهود، مشيدا بالمشاركة الفاعلة والواسعة للسكان. أوضح السيد مبرهتو قبرآب والسيد هبتوم قبرهوت والسيدة فرويني مبرهتو والسيدة لتسلاسة والدقابر أنهم كانوا يعانون من نقل الحوامل والمرضى إلى المؤسسات الصحية لوعورة الطريق، معربين عن ارتياحهم لصيانة الطريق بصورة جيدة. دعا الاجتماع المشترك لمدراء المدارس وإدارات الضواحي بمديرية هيكوتا إلى ضرورة تقوية علاقات الطلاب وأولياء الأمور والمدارس من أجل رفع كفاءة الطلاب الأكاديمية. وأوضح تقرير مدراء المدارس بالمديرية في الاجتماع عن حسن أوضاع برنامج محو الأمية، مشيرا إلى أهمية تكثيف جهود الإدارات والاتحادات الوطنية لتعزيز مشاركة الفتيات في التعليم، وكذلك محاربة ظاهرة انقطاع طلاب المدارس الداخلية عن الدراسة، مضيفا بأهمية الدفع ببرنامج تجميع سكان القرى في تطوير العملية التعليمية بشكل عام. من جهته أثنى مسؤول مكتب وزارة التعليم بمديرية هيكوتا الأستاذ عبد الله محمود في كلمته على جهود تحفيز الشعب للمدرسين، موضحا أهمية تعزيز التنسيق بين مدراء المدارس والإدارات المحلية للمحافظة على الإنجازات المحققة في برنامج تعليم الكبار، إلى جانب أهمية تقوية دور الاتحادات الوطنية لمحاربة ظاهرة زواج القُصّر والسعي لإيجاد حل لتسيب الطلاب عن الدراسة. نظم مهرجان طلابي في إقليم القاشبركة بمشاركة واسعة لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة بمديريات الإقليم 14، واشتمل المهرجان على إقامة منافسات رياضية في كرة القدم والطائرة والسلة وألعاب القوى، وتقديم عروض ثقافية وتراثية، حسب ما صرح به مسؤول شعبة الرياضة والثقافة والرياضة بفرع وزارة التعليم بإقليم القاشبركة السيد تسفاي تكي. وأضاف بأن المهرجان هدفه إلى تنشئة الطلاب بدنيا وعقليا من أجل مضاعفة إنتاجيتهم في المجتمع، مشيرا إلى مضاعفة جهودهم لتنشئة أبطال على المستويين الإقليمي والوطني، موضحا بأن الفائزين في المهرجان الإقليمي سيشاركون في الدورة المدرسية الوطنية المقبلة. بدوره أوضح مسؤول الرياضة بفرع وزارة التعليم بإقليم القاشبركة السيد سلامون تخلي هيمونوت أوضح جهود الوزارة لنشر الرياضة في مختلف المدارس وحث التلاميذ على توسيع آفاقهم لخدمة بلادهم في المستقبل. في ختام المهرجان وزعت الجوائز والحوافز المالية على الفائزين في مختلف الأنشطة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. مشاهدينا، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم الاثنين غارة جديدة على قطاع غزة الفلسطيني دون أن توقع أي إصابات بشرية. وقال الجيش الإسرائيلي أن القارة الجوية جاءت ردا على إطلاق عدة قذائف من القطاع تجاه جنوب إسرائيل، موضحا بأن القارة استهدفت مخزنين للأسلحة في القطاع، فيما أفادت الأنباء بأن القارة أحدثت حفرة عميقة في القطاع إلى جانب تحطيم نوافذ العديد من المنازل وتدمير عمود كهرباء دون وقوع أي إصابات بشرية. وأكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية سقوط 6 قذائف في جنوب إسرائيل الليلة الماضية منطلقة من قطاع غزة دون أن تحدث أي خسائر بشرية. هذا ولم تعلن أي جهة فلسطينية في القطاع مسؤوليتها عن قذائف يوم أمس.
وفي سياق منفصل، فوجئ سكان حي في مدينة القدس الشرقية صباح اليوم بأعمال تخريب واسعة على ممتلكاتهم من قبل مستوطنين إسرائيليين، وأوضحوا تقطيع إطارات 14 سيارة في حي بيت حنينة في مدينة القدس الشرقية بواسطة ميليشيا متشددة للمستوطنين الإسرائيليين الناشطة في المدينة وأراضي الضفة الغربية على نحو كبير. حذر الجيش المصري يوم أمس الأحد القوى السياسية من مقبة تصاعد أعمال العنف في البلاد بعد مقتل شخصين على الأقل خلال مظاهرات ضخمة في اليومين الماضيين. وقال وزير الدفاع رئيس القوات المسلحة الجنرال عبد الفتاح السيسي في خطاب لقادة عسكريين يوم أمس بأن الجيش لن يسمح بانزلاق مصر إلى دائرة الحرب الأهلية، مضيفا بأن من مهام الجيش حماية الشعب، ودعا القوى السياسية المتنافسة للسعي إلى إنشاء وفاق وطني جديد. ويأتي تحذير الجيش قبل أيام من موعد تنظيم مظاهرات ضخمة للمعارضة مطلع الأسبوع المقبل ضد حكومة الرئيس الحالي محمد مرسي، علما بأن التحذير يعتبر الأقوى من نوعه في مصر منذ عامين، في دليل على خطورة الأوضاع السياسية الراهنة هناك. أدى هجوم انتحاري عنيف في العاصمة العراقية بغداد يوم أمس الأول أدى إلى مقتل 12 شخص وإصابة العشرات. وقالت الشرطة أن الهجوم نجم عن تفجير انتحاري لنفسه خارج مسجد للشيعة في حي بشمال بغداد، مسفرا عن مقتل 12 شخص وإصابة 25 آخرين بجراح مختلفة. ويعتبر الحادث آخر هجمة في موجة العنف الدموي التي شهدها العراق يوم السبت الماضي، مخلفة مقتل أكثر من 30 شخصا. يذكر بمقتل العشرات خلال شهر يونيو الجاري في العراق جراء أعمال عنف طائفية ممتدة منذ شهر أبريل الماضي، مع تصاعد رقعتها ووتيرتها على نحو خطير قد يحول البلاد إلى ساحة اقتتال مفتوحة بين الطوائف والأعراق على نطاق واسع. اجتاحت فيضانات عنيفة شمال غرب الصين يوم أمس الأحد، مخلفة تدمير مئات المنازل ومساحة شاسعة من المزروعات. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية بأن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية في إقليم غوانسو بشمال غرب البلاد أدت إلى نزوح الآلاف من السكان بعد قمر مساحات سكنية واسعة. وأشارت إلى تدمير 189 منزل في مقاطعة زوانغلانغ بالكامل، إلى جانب انهيار 13 طريقا جراء الفيضانات العنيفة التي تسببت أيضا في تدمير مساحة 1300 هكتار من المزروعات بالمنطقة. هذا وزادت الفيضانات الحالية من معاناة سكان الإقليم الذين واجهوا موسم جفاف حاد خلال الفترة الماضية. طور علماء في بلجيكا روبوتا آليا قادرا على لعب كرة المضرب في بادرة هي الأولى من نوعها في العالم. وقال الباحثون أن الروبوت الآلي قادرون على ممارسة اللعبة بشكل متقن بفضل تزويده بجهاز حاسوب متطور. يتميز الروبوت بالحركة إلى كافة الاتجاهات أثناء اللعب لمنازلة الخصم البشري، مشيرين إلى أن لديه مستويات متسلسلة في اللعب يصعب تخطيها من قبل المنافس الآدمي بسهولة. أوضحوا أن الهدف من تطوير الروبوت الجديد هو فتح المجال أمام تقليص استهلاك الطاقة للروبوت أثناء اللعب من خلال قياس تباعد المسافات لتحديد كمية الطاقة اللازمة له، في مسعى لتطبيق ذلك على بني البشر مستقبلا. احتشد المئات يوم أمس الأحد في أستراليا لمشاهدة أكبر سطوع للقمر في هذا العام، ويعتبر الحادث فريدا من نوعه في السنة لعشاق الفلك، حيث يبدو القمر أكثر سطوعا وأقرب إلى كوكب الأرض مقارنة بالأوقات الأخرى. ويؤكد الخبراء كبر حجم القمر الليلة الماضية بنسبة 10% عن حجمه الطبيعي، فيما اقترب بنسبة 30% من الأرض، علما أن القمر يبعد عن الأرض مسافة 38 ألف كيلومتر في العادة، وقد تقلصت مسافته يوم أمس إلى 25 ألف كيلومتر فقط. هذا ويحدث السطوع الأكبر للقمر كل 14 مرحلة بدر، ويتوقع حدوث سطوعه الأكبر في شهر أغسطس